السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. الزمالك نازل بقى صياح وعياط، الحقونا مباراة إنبي صعبة جدًا إن إحنا نلعبها، مباراة إنبي لازم تتقدم يوم 10، مباراة إنبي لازم تتأجل ليوم 18. طبعًا دي بعد الصاعقة اللي نزلت بقى على نادي الزمالك لمّا الاتحاد الأفريقي الCAF حدد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في الكونغو يوم 14. طبعًا يوم 14 هيبقوا في سفر والدنيا هتبقى صعبة جدًا، لإن هيسافروا هيبقى في يومين واليوم التالت هيلعبوا، الموضوع هيبقى صعب، فهُم بيتكلموا على إن مباراة إنبي تتقدم تبقى يوم 10، طبعًا هيبقى صعب جدًا. إنبي لعب يوم 7 ويلعب يوم 10 يعني 3 أيام بس، يعني صعب أوي، إلا إذا إنبي وافق بقى وخلاص والناس ضغطوا عليه وقالوا له إن الزمالك رايح مهمة قومية، هيلعب مع فريق صعب جدًا، قوي جدًا، أول مرّة نسمع عنه، فالناس ممكن تتنازل وعشان خاطر الزمالك يوافقوا. أو المباراة تتأجل يوم 18 زي ما هم عايزين يعني، وده حل من ضمن الحلول، برضه هيبقى الموضوع صعب لإن مش هيبقى في تكافؤ فرص. هيحلوها إزاي لسه مش عارفين، لجنة المسابقات هتضبّطها إزاي لسه مش عارفين، بس أكيد التضبيطة والحل هيكون في صالح الزمالك. كلنا عارفين إنه الزمالك هو الفريق المُدلّل دلوقتي من اتحاد الكورة، فما ينفعش إن إحنا نرفض له الطلب وهو رايح يقوم بمهمة قومية في الكونغو. هنشوف هتتضبّط إزاي. طبعًا كُلّنا سمعنا عن موضوع ديانج وإن نادي فالنسيا دلوقتي خلاص مش عايز ديانج ومش هيكمّل تعاقده معاه، ولكن لسه وكيل أعماله قال إن الموضوع لسه فيه أخْد وعطا ولسه الكلام ما وصلش لدرجة الرفض النهائي. ده غير إن اللاعب عنده عروض من دول الخليج، عروض كويسة جدًا بمبالغ كويسة، وعنده كمان عروض من فِرَق أوروبية كتير والراجل مسوّقه بشكل جيد جدًا، والموضوع مش هيبقى واقف على نادي فالنسيا. لكن هو قال برضه إنه مش هيلعب في مصر غير للأهلي، مش زمالك ولا بيراميدز ولا الكلام ده، الموضوع مش فارق يعني يلعب في مصر أو برّه مصر. دلوقتي إحنا بنتكلم مع إدارة النادي الأهلي، هل عندهم النية إن هم يجددوا مع اللاعب؟ أعتقد إن السقف العرض اللي قدّمه الأهلي ما فيش خلاص في زيادة تاني، وما أعتقدش إن ديانج يستاهل أكتر من كده. كلنا شايفين مستوى ديانج وإن هو عنده عيوب كتير أوي يعني، ولكن مشكلة الأهلي بقى في توفير البديل. يعني النادي الأهلي حتى لو عنده اللاعب مستواه قليل، فهو بيروح يجيب لاعب أقل منه في المستوى، وإحنا شايفين الكلام ده في كل الصفقات اللي عملها النادي الأهلي طبعًا، خصوصًا المهاجم. من بعد ما مشي وسام، إحنا مش عارفين نجيب مهاجم ولا من برّه مصر ولا من جوّه مصر لحد الآن، غير كمويش اللي على الله حكايته. فطبعًا أنتم بقى هتكمّلوا مع الراجل والّا هتمشّوه والّا هتجيبوا بديل والّا إيه؟ أنا ما أعتقدش إن ديانج ينفع إن العرض يزيد عن اللي اتعرض من النادي الأهلي جنيه، خصوصًا إن هو أصلًا ما عندوش الرغبة إن هو يلعب، ما عندوش الرغبة إن هو يكمّل في الأهلي، هو عنده رغبة إن هو يحترف برّه مصر في أي مكان تاني، في أي دولة تانية، في أوروبا، في الخليج. الراجل باصص إن هو خلاص سِنّه وصل إن هو عايز يعمل مبلغ مالي كويس، فبيدوّر على عروض قوية ينهي بيها حياته بقى ويأمِّن نَفْسه ماديًا. ما أتمنى إن النادي الأهلي ما يرفعش العرض، وأتمنى إنه يكون اللاعب عنده رغبة أكيدة ومؤكدة إن هو يلعب في الأهلي، علشان يقدر يدّي وتقدر تاخد منه أحسن ما عنده، وإذا كان هيمشي يكون في بديل كُفء ويكون أفضل منه، ما نروحش نجيب الأقل علشان ما نرجعش نقول فين أيام ديانج، فين أيام ديانج، زي ما إحنا دلوقتي بنتكلم فين أيام وسام وفين أيام شريف، وبنندم على لعيبة إحنا كنا بنقول آمم، هم أصلًا في الأهلي ليه؟ زي مثلًا ما في ناس كتير في مباراة المقاولين قعدوا يقولوا إيه ده؟ فين هاني؟ فين هاني اللي ده إحنا عايزين نبوس الكوتشي بتاع هاني، ده تعالَ ده إحنا هنبوس دماغي، ده إحنا هنبوس شعرك شعراية شعراية. بعد ما شُفنا أحمد عيد، ما أعرفش أحمد عيد ده يا جماعة، هو أحمد عيد ده يعني المصري ادّته لنا كادو؟ يعني ادّته لنا كده تخليص حق والّا حاجة؟ يعني ما أعتقدش إن إحنا دفعنا فيه فلوس والله العظيم، وحرام إن إحنا نكون ندفع فيه فلوس أصلًا. طيب في أخبار طبعًا عن إن الأهلي عايز يتعاقد مع عبد المنعم، أنا الله أعلم الموضوع ده حقيقي أو مش حقيقي. طبعًا عبد المنعم مرحبًا بيه في الأهلي في أي وقت ولاعب كويس جدًا مميز، لكن إحنا عارفين إن
عبد المنعم بقى عنده تاريخ من الإصابات دلوقتي، تالت إصابة كده على التوالي من ساعة ما راح الفريق الفرنسي اللي بيلعب فيه دلوقتي. فالموضوع الإصابات ده طبعًا أكيد بيأثّر على مستوى اللعيب، أكيد هناك التأهيل وتأهيل بعد الإصابات بيكون بشكل جيد جدًا عن ما بيبقى موجود في مصر، ولكن برضه بيحصل إصابة للعيب بعد الرباط الصليبي، إصابة عضلية وتاريخ من الإصابات. ما أعتقدش إن هتكون صفقة جيدة برجوعه، إلا إذا طبعًا ربنا شفاه وعافاه من الإصابة ورجع وشُفنا إنه مستواه بقى رجع لمستواه الأول لمّا كان في الأهلي أو أول ما سافر فرنسا، لإن إحنا هيبقى المبلغ كبير جدًا والصفقة هتبقى مكلفة جدًا على النادي الأهلي، فبلاش الصفقات اللي بالحُب، يعني هو الولد رجع وبقى مستواه اللي إحنا عارفينه ومتعودين عليه، أهلًا وسهلًا بيه في الأهلي في أي وقت، لاعب مميز افتقدناه كتير جدًا، وأنا أعتقد إن إحنا جِبنا عدد كبير جدًا من المدافعين، أي نعم مش في مستوى عبد المنعم خالص، ولا يرتقوا حتى لمستوى عبد المنعم، ولكنهم إحنا عندنا وفرة من المدافعين. هل هتمشّي حد منهم، هل لأ، هل هتستنى لمّا اللاعب مستواه يستقر وربنا يشفيه من الإصابة وتتأكد إنه مستواه رجع زي ما كان أو لأ، لسه ما إحناش عارفين أصلًا الخبر صحيح أو لأ. أمّا بالنسبة بمناسبة بقى الإصابات، بالنسبة لكريم فؤاد ربنا يشفيه ويعافيه، كان في تواصل من دكتور النادي الأهلي مع الدكتور اللي أجرى لكريم الجراحة الأخيرة جراحة الرباط الصليبي، وإن في كلام إن يبقى في علاج مش جراحي، يعني ممكن يعالجه بطريقة من غير عمليات، من غير جراحة، والموضوع ده بيبقى أحسن طبعًا بكتير في الفترة اللي بي بتبعد اللاعب عن الملعب. بيكون أقل كتير من الجراحة، أتمنى يكون الموضوع ده حقيقي، وأتمنى إنه كريم يرجع بسرعة، ويكون فعلًا في علاج من غير تدخُّل جراحي، يكون في تأهيل، في تواصل دلوقتي مع الدكتور بتاعه، والموضوع ممكن يكون ماشي في طريق إن هو ما يحصلش جراحة للاعب، إن شاء الله يكون خير، وأتمنى طبعًا التوفيق. قُلت لكم امبارح إن الأهلي هيلعب مع الحرس، لأ الأهلي هيلعب مع طلائع الجيش، سامحوني الصيام بيبقى مأثّر وكنت باسجّل الفيديو في وقت متأخّر جدًا، إن شاء الله تكون مباراة جيدة، بس حاجة واحدة عايزة أقولها لعيبة الأهلي ويكون الإدارة أكيد الإدارة الفنية ومستر تروب يكونوا واخدين بالهم منها، إن لعيبة طلائع الجيش بيلعبوا بخشونة، بيلعبوا بقوة، يكون في يعني اللعب ما يكونش فيه التحامات علشان الإصابات، إحنا مش في حِمل أي حد يتصاب دلوقتي، مستر تروب عنده القايمة كلّها بسم الله ما شاء الله جاهزة، ما فيش حد مش موجود غير كريم، ربنا يرجّعه بالسلامة ويشفيه ويعافيه يا رب. أتمنى تكون مباراة جيدة ونطلع فايزين وتكون 3 نُقط علشان ننهي بقى الجدل ونعدّي الدور ده بسلام كده إن شاء الله من غير حرق الدم، أبوس إيديكم وأشوفكم بكرة على ألف خير وإن شاء الله نكون فايزين، أشوفكم على خير، تصبحوا على خير.